مؤخرا بزاف ديال المواقع والصفحات تكلموا على نهاية وليد الركراكي كمدير فني للمنتخب المغربي، وبزاف ديال الصفحات والمواقع تكلموا على مدربين اللي غادي يعوضوا وليد الركراكي واللي غادي يمشيو مع المنتخب المغربي لكأس العالم امريكا 2026. بزاف ديال الاخبار وبزاف ديال المقالات، ولكن حتى شي حاجه ما هي صحيحه. ولكن هذا الخبر ديال ان القائد رومان سيس كيعتزل اللاعب دوليا كيأكد نهاية وليد الركراكي مع المنتخب المغربي، لأننا عارفين العلاقة القوية اللي بين القائد رومان سيس وبين وليد الركراكي. والأكثر من هذا الشيء هو أن من بعد كأس إفريقيا اللي كانت منظمة في المغرب، القائد رومان سيس ما اعلنش الاعتزال ديالو، وقال أن الحلم ديالو يلعب آخر كأس العالم مع المنتخب المغربي. واللي كان خلاه كيحلم وطامع أنه يلعب مع المنتخب المغربي هو الاستمرار ديال وليد الركراكي كمدرب، والاعتزال ديالو اللاعب دوليا كيأكد أن وليد الركراكي ما بقاش مدرب. والأيام القليلة القادمة غادي تأكد لنا هادشي.